تعمد أم جنى إهانتها لزوجها إهانة بالغة، وواضح على مازن إن هو مستاء استياء كبير. غلطة أم جنى إن تخلي واحد غريب لا قريبهم ولا يعرفهم يقف يصورها وهي بتاكل لفترة تكاد تعدي ال10 دقايق، كارثة مزعلة مازن. تأكيدها في الفيديو الأخير إن هي اللي بتأكلهم وهي اللي بتشربهم وهو ملوش أهمية. تصديرها دايما إن مازن ملوش أي لازمة، من غيره المركب هتمشي، انت مجرد بتصور. دايما بتصدر في فيديوهاتها ان هي الاساس والباقي كله شنط وكياس. والرد على المتابعة من ضمن المتابعين ام احمد الاخت الفاضلة اللي بتقول انتوا عايزين تطلعوا على قفا ام جنى. سؤال بسيط، هو قفا ام جنى كبير قوي كده عشان نطلع عليه؟ ضحكة باردة. بس هنقول لكم على تفاصيل في الفيديو من حقيقة اليوتيوبر نفسه وتعمدها إهانة نفسها وأولادها وزوجها لمجرد المشاهدات. قبل ما نبدأ الفيديو نتمنى الصلاة والسلام على سيدنا الحبيب المصطفى أشرف الخلق سيدنا محمد. طبعا الناس اللي هتخش تتكلم أي كلام قبل ما يصلوا على سيدنا الحبيب هيقول لك قفا مجانا كبير انتوا عايزين تطلعوا عليه. صلوا على سيدنا الحبيب الأول، ونتمنى اشتراكاتهم في القناة ديت عشان هنطلع لكم كتير من القناة ديت، عشان القناة التانية عليها شوية كده ضربات الإشعارات ما بتوصلش للناس. قلت نطلع لكم من أي مكان، احنا محدش يتوقعنا. فتعالوا نخش في تفاصيل الفيديو النهاردة بدون ما نطول على حبيبنا. نتمنى الاشتراك في القناة دي، واللي ما اشتركش في القناة التانية يشترك. بس المهم هنا نشتركوا عشان هنا الظاهر هطلع لكم كتير، هتبقى عاملكم زي اللهو الخفي اللي بيكشف حقائق اليوتيوبرات نفسها من اسلوبها. والنهاردة معانا ام جنى. ام جنى اللي دايما بتصدر الطاقة غريبة جدا، على قد ما لها كاريزما مضحكة، بس على قد ما هي واخدة الكاريزما المضحكة من اسلوبها، من تخنها. وده مش تريقة يا جماعة، ده اسلوب حياة. زي ويزو كده، ويزو اللي لما لقت الناس بيضحكوا عليها ويتريقوا عليها من حجمها الكبير بدأت تستغل انها مش عايزة تخس، لا وبالعكس وبترقص قدام المتابعين كمان عشان يضحكوا عليها ويسقفوا لها وتكسب الشو. ام جنى لعبت على نفس الوتر ده، بس الغريب انها صدرت اهانات لولادها وزوجها بطريقة صعبة. بالرغم ان احنا احترمناها جدا لما اختلفوا مع بعض هي وزوجها وبعدت على ساحة السوشيال ميديا وقررت ما تعرضش المحتويات السيئة ديت، لكن هي دايما بتطلع زمقها على زوجها بإهانته في التعليقات، في العناوين، في الصور المصغرة. وده واضح جدا وبالذات الأيام دي، وواضح جدا إن في خلاف كبير جدا، وكان منه أو سببه السفر بتاع أم جنى لوحدها للقاهرة للشقة، وتمام تجاهله تجاهل كبير جدا. أم جنى اللي دايما حاطة زوجها صفر على الشمال، لو حد هيروح يشوف الشقة هي اللي تشوف، لو حد هيختار هي اللي تختار، لو حد هيصرف ويجهز هي اللي تصرف وتجهز، هي اللي اشترت السيراميك وهي اللي جهزت وهي اللي اتفقت مع العمال وهي اللي طلعت الرمل وهي اللي شونت الأسمنت وهي اللي دفنت المواسير. كل ده انت فين يا عم مازن؟ مفيش مازن، ما يقدرش يتكلم، صفر على الشمال. وده خطأ كبير جدا لشخصية عربية معروفة بالأصول والاحترام. فهي في الوضع ده بتحطه في موضع صعب جدا قدام المتابعين. في بعض المتابعين اللي دايما شايفينها من الكاريزما الضحك اللي هم اصلا عايزين يضحكوا عليها، فبيحاولوا يدافعوا عنها. ده طيبة دي، احنا ما بنقولش انها مش طيبة، احنا بن عقب وننتقد اسلوب محتوى صعب جدا وسيء جدا، زي مثلا طريقة اكل الاولاد. زي ما احنا لو رجعنا الفيديوهات اللي قبل كده كانت ممكن تقعد الاولاد قدامها ما يحطوش ايديهم على الاكله لما هي تاكل بالطريقه السيئه بحجميه الاكل الصعبه عشان المتابع يضحك عليها وبعد كده تبقى تاكلهم. قال هي جت في اخر فيديو عرضته واللي هي كانت بتصدر فيه ان هي اللي بتاكلهم وهي اللي بتشربهم، ولما سابت مازن معاهم اكل العيال، ما اكلش العيال وجوعهم ومش عارف يعمل حاجه ولا حتى اكل العيال ولا يشوف مصلحه البيت ولا حتى يروح يشوف الشقة الجديدة حصل فيها ايه.
طب ليه انت بتصدري المحتوى ده؟ كان واضح طبعا استيائه وزعله وان هو كان مجبر على التصوير، بدليل ان هي في الفيديو بتكلمه وتقول له طب قول اي كلمه، طب قول اي حرف، طب قول اي حاجه، وهو ما كانش بيرد نهائي. كان عنده حاله من الصمت، وده بيبقى وارد عند الرجاله في حاله الزمق الشديده جدا بس مش قادر ينطق. لكن لو هو كان قادر ينطق كان كسر التليفون. هو احنا عصبيين شويه، بس لما يكون البني ادم نفسه مكسوره ده بيبقى صعب. ده من رايي الشخصي يعني. بعيدا عن الحب والتفاهم وان ده شيء جميل ان هو ما يتنرفزش ويكون متمالك اعصابه، بس هي مصرة على اهانته الدايمة. حتى بعد ما قعدت واكلت العيال وبعد ما فرزوا الاكل وخلصوا كمان، قالت له ما تيجي تقعد تاكل بقى. يعني بدل ما كان سي السيد هو اللي بياكل الاول وزوجته بتدنها للاخر وبعدين هي تخش تاكل بعد ما هو يخلص خالص، الوقت الوضع اختلف. ام جنى طلعت باسطوره جديده، وهي اسطوره بدل سي السيد ست السيد. ست السيد اللي هي هتاكل الاول وتاكل العيال وبعد كده تعالى انت على الكل. مع ان كان ممكن يثبتوا الكاميرا زي ما كان معتاد ويطلعوا كلهم سوا، بس المره دي الوضع مختلف، وده في حد ذاته إهانة لزوجك اللي هو المفروض إن هو راجل البيت، واللي كان شكله مستاء جدا من سفرك المفاجئ بدون إذنه وبدون ما تاخد رأيه ولا تاخديه معاكي. وفي نفس الوقت ما كنت بتاخديه معاكي يا أم جانا كنت بتحاولي تخليه برضه صفر على الشمال، دايما منشغلة في تصديرك للمتابع أسلوبك اللي انت اتعودت عليه، والاسلوب اللي انت دايما بتحط نفسك فيه ان كل حياتك اكل. حتى اما رحت تعملي لصديقتك صاحبة السنتر شو والاعلان، برضه سبتوا الشو والاعلان وقعدت كلتي وعملت فيديو الاكل معاهم. صعب الاكل كتير بكميات كبيرة جدا بالشكل ده، انت بتخلي الناس يفرطوا فرط زايد. وفي الايام ديت المفروض ان كل واحد يحافظ على صحته، بالذات ان احنا في حالة اعياء شديدة جدا من الجو، فما تكمليش عليهم بالاسلوب ده. وفي نفس الوقت ذات الوقت ان في ناس يا عيني مش لاقية، ما عندهاش، ما يقدرش ياكل ولا يجيب بالطريقة ديت. فالمفروض علينا ان احنا نراعي ظروف الناس برضو، لانه ممكن يبقى بيتفرج ومش قادر، فيبقى الوضع صعب. بجانب كمان اسلوب الاكل اللي انت دايما مصدراه لولادك قدام المتابعين، واللي هو الاكل بطريقة عشوائية، ممكن يكون ده جهل من الاسلوب نفسه، مفيش تطور، بس حتى ما يبقاش قدام المتابع. يعني حتى لو انتوا بتعملوا كده المفروض ان انتوا تصدروا للمتابع المحتوى اللي يليق بيه، المحتوى اللي ممكن لو طفل بيتفرج هيتعلم يعمل زي الاطفال ديت، مش ياكلوا من الحله ويدلدقوا فيها، مش ياكلوا من الطبق ويحطوا المعلقه في نفس الطبق. دي تعاليم المفروض تعاليم صحيه بعيدا عن البرستيج والكلام من ده كله. لكن عيبك يا ام جان اللي انت مصره تصدري المحتوى السيء عشان تدنك دايما في نظر المتابعين اضحوكه، ويدنهم متابعينك عشان يضحكوا عليكي، وانت عارفه كده وبتكتبي كده كمان في العناوين بتاعت فيديوهاتك. نتمنى صلاح الحل ليكي، وانتظروا فيديوهات كتير لأم جنى انتقاد بما يرضي الله وكلمة حق وبدون التدخل في الشخصية نفسها. وكمان انا عارف ان بعد الفيديو ده هتكتب عنوان الفيديو اللي جاي ردا على الكلام ده، وهي بترد ما بترد بعناوين، واحنا منتظرين عشان ننتقدك في الجديد وفي اسلوبك لحد ما تعدلي من نفسك. اختك بتنتبه للنصائح اللي احنا بنقدمها لك وبتعمل بيها، لكن انت ما زلتي مصره ان انت تمشي على نفس الوتيره اللي انت عايشه عليها. ربنا يصلح لك الحال، وانتظروا كل جديد. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.